إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم، شكر الله لمن حضر واحتسب، شكر الله لمن أشرف على هذه المحاضرة واللقاء، وأشكر أخي الشيخ سبيت السبيت على جهوده المباركة وجهود إخوانه في الدعوة إلى الله. جئت أبشركم ببشرى لست بصاحبها، إنما صاحبها صاحب الغار بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، في بشرى للذاكرين المستغفرين المسبحين. وجئت أذكر نفسي الغافلة والمقصرين من أمثالي والغافلين بأعظم كنز مفقود في الأمة وأعظم عمل يترجى به الله عز وجل، من فعله فقد سبق. وأبشركم أنه أسهل عمل وأجمل عمل وأفضل عمل بنص المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال في صحيح مسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن أراد أن يسبق المتنفل القائم في الليل والمجاهد المتنفل والصائم المتنفل والمتصدق المتنفل، فعليه بالتسبيح والاستغفار دائما وأبدا. وعجبا إخوتي في الله أن الكون كله يسبح، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الله، النملة تسبح والهدهد يسبح والنحلة تسبح والطائر الغريد يسبح، فماذا يلهيك عن التسبيح؟ قال أبو معاذ الرازي: ويل ثم ويل لمن كان الهدهد أفضل منه عند الله. بل إن الهدهد دعا للتوحيد مسبحا وأنكر على بلقيس، قال: إني وجدت امرأة تملكهم، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فكان مسبحا لله مستغفرا لله داعيا إلى الله. إخوتي، أبث لكم وأناجيكم في هذا المجلس جعله الله مجلس ذكر يذكرنا عنده جل في علاه، وأسأل الباري باسمه الأعظم الأجل أن يباهي بكم بي وبكم الملائكة هذه الساعة، وأن يقول لنا: انصرفوا مغفورا لكم، فبفضله وبكرمه وجوده ومنه، ولعلها ساعة لا تتكرر مثلها، ساعة رحمة وساعة نفحة وساعة إجابة وساعة كرم وساعة عطاء، وما تدري لعل هذه الساعة لا يمر بك في عمرك مثلها ساعة أبدا، حتى يقول شوقي: قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا. فالله سبحانه نرجوه ونتوسل إليه ونلح أن يجعلنا وإياكم ممن يباهي به ملائكته. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ونحن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نسبح الله ونحمد الله ونستغفر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. قال: والله إنكم تعلمون ما هناك أحد أقل مني حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكني كنت في مجلس فخرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن نسبح ونحمد الله. قال: ماذا أجلسكم؟ قالوا: جلسنا يا رسول الله نسبح الله ونحمد الله الحديث. قال: الله يسألهم: الله الذي لا إله إلا هو، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا هذا. قال: فوالذي نفسي بيده إن الله يباهي بكم ملائكته، يخبر سبحانه. وفي الصحيحين: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. خذوا البشرى أزف لكم الكرامات. إذا ادخر الناس الذهب والفضة فادخروا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا تهالكوا على المناصب والأسهم والمال والجاه والحدائق فأنتم سابقوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا غرد الناس بالأشعار والأسمار والأخبار والأسعار وأخبار الأمطار فغردوا أنتم بذكر الواحد القهار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثر مجالس الناس الآن غفلة، أكثر مجالس الناس هرج، أكثر مجالس الناس مرج،
أكثر مجالس الناس الآن قيل وقال ومدائح وكلام لا ينفعهم، بل هو كلام فارغ. لكن أعظمهم عند الله من يغرد بهذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اسمعوا البشرى الأولى. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث سمرة: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل عندك أحب من الله؟ هل معك أعظم من الله؟ هل عندك أقدس جلالة ومكانة من الله؟ أتحب ما يحب الله؟ فإن الله جل في علاه يحب هذه الكلمات. أحب الكلام الذي تسمعه عبر الأثير وما يكتب في الصحف وما يذاع في الشاشات والإذاعات، أحبه 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسوف أفسرها وأشرحها بإذن الله. لا يضرك بأيهن بدأت. ابدأ بالحمد، ابدأ بالتسبيح، ابدأ بالتكبير، ابدأ بالتهليل، فأنت سعيد. والله لا أغبط أحدا الآن تولى منصبا كبيرا، فقد رأينا المناصب تنخلع بأصحابها ويموتون ويدفنون. والله ما أغبط أصحاب الأموال ولا البنوك ولا القصور ولا الفنادق، قد رأيتم يدسون في التراب والله أشلاء. والله لا أغبط أصحاب الإبل ولا أصحاب البقر ولا الغنم ولا الذهب والفضة. والله إني ما أغبط إلا من لا تزال لسانه رطبة من ذكر الله وشفتاه تتحركان. جاء عبد الله بن بسر شيخ كبير على عصا متكئ، قال: يا رسول الله، ينتفض بلغ 100: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا عبدا إذا هام بكم شرب الدمع وعاف القدح. ولهذا يقول سبحانه للذاكرين: فاذكروني أذكركم. البشارة الثانية في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع، انصت، أعطنا قلبك، أعطنا روحك، أسلفنا وأقرضنا روحك ساعة من نهار يغفر لك ما سلف بإذن الله من الذنوب. قال عطاء بن أبي رباح: ساعة الذكر تكفر 70 مجلسا من مجالس اللهو واللغو. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اسمع، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. كل ما طلعت عليه الشمس من الممالك، من الدول، من الجيوش، من البنوك، من الأموال، أحب عند الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا خسارة من تمضي عليه ساعة وما حرك شفتيه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو بمطلق التسبيح أو مطلق التكبير أو مطلق التهليل. وعند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: أنا، هذا حديث قدسي، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. إذا رأيت الشيخ، الشاب، المرأة، الفتاة تحرك الشفتين، اعرف أنه قريب من الله، قد استجاب، اعرف أنه قرب، اعرف أن الحبل ممدود. إذا رأيته غافل قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مجالس دخلناها ورأيناها تقسي القلب وتعمل بصيرة، مدح في بعض وثناء وكذب وضياع للوقت وضياع للعمر وقسوة للقلب. أعوذ بالله من الغفلة، أعوذ بالله ممن قسى قلبه، أعوذ بالله ممن صرف ليله ونهاره من أجل الدنيا ثم يموت يحاسب على كل لحظة. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النور بن متى. البشارة الثالثة، وهذا حديث رواه أحمد في المسند وصحه الألباني، اقبلوها واسمعوا إليها. وهذا الحديث لم ينتشر كثير بين طلبة العلم ولا في المدارس، وقد ذكره كثير من العلماء، وابن رجب ذكره وصحه الألباني والإمام أحمد وألف فيه رسائل. تقول أم هاني بنت أبي طالب أخت علي، يعني بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف النسب هذا الذي كأنه نسب الشمس، الأطهر والأزكى والأبر، هي من بيت النبوة. سمنت وكبرت في السن، قالت: يا رسول الله، مر بها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه قد رحب بها مرة وأجارها، يعني أعتق رقبة وسلم. كان رجل محكوم عليه بالإعدام فشفعت هي فشفعها. من هو هذا الرجل؟ ابن أبي السرح، ارتد من الإسلام، أرسله صلى الله عليه وسلم برسالة فارتد وكفر وحارب الله. فلما فتح صلى الله عليه وسلم مكة
أتى يلتجي يريد يعود، شاف أن الدولة انتصر صلى الله عليه وسلم، وشاف أن الدولة مع رسول الله عليه وسلم، فرآه علي بن أبي طالب، وحسبك بعلي بن أبي طالب إذا رأى عدوا للإسلام. فانطلق علي بالسيف من الحرم يريد بن أبي الصرح ليقتله، فصاحت أم هاني فشرد ابن أبي الصرح وعلي وراءه. قالت أم هاني لعلي أجره، قال لا، لأن هذا عدو الإسلام وعدو رسول الله عليه وسلم. فجرت أم هاني ساعية ومشت مهرولة رسول الله عليه وسلم بعد ما فتح الله عليه، وإذا هو يغتسل تستره فاطمة، والحديث في الصحيحين. فسمع صوتها صلى الله عليه وسلم تنحنح، قال من؟ وهو يا رسول الله عليه وسلم وراء الستارة. قالوا أم هاني، قال مرحبا بأم هاني. قالت يا رسول الله أنا أجرت فلان يريد يقتل علي بن أبي طالب أخي. قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، ما دام أجرته خلاص. فورد المرسوم لا يقتل فعفي عنه ودخل في الإسلام. أم هاني تقول يا رسول الله أنا كبرت وسمنت، فأخبرني بشيء أعمله وأنا جالسة، لا تستطيع الصيام ولا قيام الليل ولا كثرة الحج ولا العمرة. قال صلى الله عليه وسلم أنصتوا يا أم هاني، سبح الله 100 تسبيحة تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل، كأنك اعتقتها. سبحان الله 100 مرة، دقيقة ترى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له روح عامرة، لمن كان عنده نفس مثمرة، لمن علم أن هناك جنة ونار. سبح الله 100 تسبيحة تعدل لك عتق رقبة من ولد إسماعيل. واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله. وكبر الله 100 تكبيرة تعدل لك 100 بدنة متقلدة متقبلة في سبيل الله. وهل لله 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض. رواه إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند، وهو حديث صحيح، ونص محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله على صحته، فاقبله بشارة. هو ب4 دقائق 5 دقائق، هل بقي أحد يعتذر؟ أنا زفيت لكم وكثير منكم يعرف، لكنه ذكرى لمن كان له قلب. حديث أم هاني والبشرى الثالثة. أما البشرى الرابعة فأبشركم أنها كفارة للخطايا والذنوب الكلمات ال4 وما لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن، وصحه بعض أهل العلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بنية صادقة وصالحة وحضور قلب. وهذه هي الرسالة المرجوة منا الآن أمام أمراض العصر. اسمحون استطرادا يا إخوان، الناس أصيبوا بمرض العين الآن والحسد، وأصيبوا بالسحر، وأصيبوا بالقلق والاضطراب والكدر والهم. الآن في إحصائية يقول في كل 4 نساء امرأة مصابة إما بسحر أو بعين أو بحسد أو بقلق أو بكدر. والشباب الآن أصيبوا بمرض القلق والعياذ بالله والاضطراب النفسي والضيق بسبب الغفلة عن ذكر الله. الواحد الأحد يقول لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الذي يطمن القلوب غير الله؟ إذا ذكرته طمن قلبك. من الذي يشرح الصدور إلا الله؟ إذا ذكرته شرح صدرك. فالله الله ادخلوا هذه التغريدات والكلمات بيوتكم ومساجدكم وعلموها أسركم. هل منكم من قام على أسرته علمهم الأذكار؟ وأنا أعرف الأخيار من أمثالكم يفعل ذلك، لكن ذكرى لمن كان له قلب. هل ألزمتم الأسرة بأذكار الصباح والمساء وتعاهدتم عند النوم؟ أطفالنا من يوجههم عند النوم؟ من يعلمهم الأذكار؟ هم وديعة وأمانة عندنا. إذا تخليت عن طفلك وطفلتك وهم لا يدركون أتتهم العين والحسد والشيطان والسحر والهم والقلق. فالله الله في تحسين البيوت وتحسين النفوس وتحسين الأهل بهذه الأذكار الشرعية. أما البشارة الخامسة فقد رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في المسند والترمذي قام بصورة صلى الله عليه وسلم لأنه سيد المعلمين. سبحان الذي علمه وسبحان الذي ثبته وسبحان الذي جعله أفضل المعلمين وأحسن عليه الصلاة والسلام من يوجه إلى طريق الله ويهدي إلى طريق الله المستقيم. أتى في حديث أنس إلى شجرة والصحابة جلوس فأخذ غصن شجرة يابسة ثم حتت الورق حتحته منه حتى تساقط الورق ثم أعطاهم الغصن.
قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقط الذنوب عن العبد كما تساقط هذه الشجرة ورقها أو هذا الغصن ورقه. أرأيتم الصورة؟ تريد تساقط ذنوبك، تريد تساقط خطاياك، تريد تنظف نفسك من المعاصي، تريد يكفر الله عنك سيئاتك وخطاياك وذنوبك، كرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كنا مع سماحة الشيخ بن باز غفر الله له، فإذا سمع لغطا قال سبح، يعرف ذلك الإخوان. وكان يقول لي أحد المشايخ حوله كان دائما ليله ونهاره سبحان الله الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلذلك يعظم العلماء ويعظم الدعاة ويعظم الصالحون ويعظم الأبرار بكثرة ذكرهم لله. وفي المسند قال معاذ قال موسى عليه السلام يا رب من أحب عبادك إليك؟ قال أكثرهم ذكرا لي يا موسى، أكثرهم ذكرا لي يا موسى. أما الحديث الخامس فقلت لكم تساقط الخطايا بالتسبيح والتكبير والتهليل. بارك الله فيكم. وإني يدعو إخواني الدعاة وطلبة العلم والقائمين على الإذاعة وعلى التلفزيون أن ينشروا ثقافة ذكر الواحد الأحد ورسالة التسبيح في الناس، وأن يوصلوها في البيوت والمنتديات، وأن يستخدموها في وسائل التواصل الاجتماعي التويتر والفيسبوك واليوتيوب، لنكون عبادا مبلغين عن الله عز وجل. ماذا معنا غير الإسلام؟ ماذا عندنا غير الدين الذي شرفنا الله به؟ بقدر ما تذكر الواحد الأحد يرفع ذكرك ويمجدك ويحبك ويقربك. أما البشارة السادسة فهي من إبراهيم عليه السلام الخليل، بلغها رسولنا صلى الله عليه وسلم عنه لما لقيه ليلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة. قال لقيت أبي إبراهيم عليه السلام فقال بلغ أمتك مني السلام. إبراهيم الآن يبلغنا السلام عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن الذي بلغنا السلام؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. ردوا السلام عليه الصلاة والسلام وعلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وبلغنا رسالة أذكركم ونفسي هذه الليلة. إبراهيم في السماء السابعة رأى الجنة بعينه وأبصر، وقال لرسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ أمتك من السلام. جزاه الله عنه خير ما جزى نبيا عن أمته ومبلغا. قال وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكل منكم بقعة في الجنة بإذن الواحد وبرحمته سبحانه. أنت تغرس تسبح تغرس الملائكة، تتوقف عن التسبيح يتوقف الملائكة عن الغرس. تقول سبحان الله غرسوا لك نخلة، الحمد لله شجرة أخرى، الحمد لله الله أكبر شجرة ثالثة، الله لا إله إلا الله شجرة رابعة، وهكذا يتوقف الغرس. الجنة لبنة جدران حوائط من ذهب في الصحيح ولبنة من فضة، تسبح تبني لك بهذه اللبنات. إذن فاعمروا. وإذا كنز الناس الذهب والفضة كما يقول أحد السلف فاكنز أنت التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. مر صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة وهو يزرع، يحب الزراعة أبو هريرة، يزرع نخلا، وإذا النخل هذا أخضر وإذا هو ينضح ماء في تربة من ترب المدينة مدينة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم انظر معلم البشرية كيف يقودهم إلى الجنة. يا أبا هريرة، وفي لفظ يا أبا هر، ألا أدلك على غرس خير من غرسك هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا دعاك أحد الإخوان والجيران وأطلعك على نخل ممتد بالألوف والعذوق، وإذا هو يضرب الدبس في الأرض والرطب، قل ما شاء الله تبارك الله، لكن في شيء أحسن منه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. إذا أخبرك أحدهم أنه باع مخططا بمئات الملايين ونقول ممتاز ومبارك لكن أحسن منه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قالوا ترى فلان تولى الوزارة اليوم، قال ممتاز مبارك لكن أحسن منها وزارة القرب من الواحد الأحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. العلامات والشهادات والجوائز والأعطيات والقصور والأبراج والناقلات والناطحات والسفن والطائرات، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يبقى ما يبقى له سبحانه. آخر ما قلت في الطريق تغريدة قلت إن درويشا يرعى الغنم يسبح الله أفضل عند الله من فيلسوف مشهور ملحد عدو لله. درويش يرعى الظان
يسبح الله. والله أن أفضل من الرؤساء الذين تراهم هم أعداء لله وكفار بمنهج الله، أفضل هذا. ولذلك ثابت البناني أخرجوا لنا عيونه، هذا تلميذ أنس بن مالك، العابد الزاهد الولي الصادق المحدث ثابت البناني، حسبك به. فأخرجوه كان بصره بدأ يضعف، قالوا بنخرج بك إلى حدائق في فارس جهة إيران وخراسان، إذا رأيت الحدائق الخضراء سيعود بصرك. ما عندهم عمليات في المستشفيات طبعا. فخرجوا يتمشى وراء الأنهار والأزهار وحدائق، وإذا قصور، آثار قصور كسرى الدولة السابقة باقي موجودة، والمتاحف والمقاصير والتماثيل والحدائق الغناء والبساتين الفيحاء والأنهار المضطردة. وإذا بعجوز في حديقة تسبح وتصلي الضحى. ورجع إلى الكوفة أو البصرة، قالوا ماذا أعجبك؟ بعد شهر سافر، قال والله ما أعجبني في سفري هذا إلا تلك العجوز التي تصلي ركعتي الضحى. نسي كل المشاهد والحدائق. طيب وين المشاهد؟ سمعتوا بحدائقهم؟ يقول سبحانه بعد ما أهلكهم دمرهم وأفناهم وسحتهم وأنزلهم القبر. قال هل تحس منهم من أحد أو تسمعوا لهم ركزة؟ وسمعت شيء؟ شوف فقط الجماجم. لو تحدثوا لقالوا سبحوا. والله لو خرج أهل القبور لو تمنوا قالوا نريد نخرج ساعة نسبح الله بس ونعود. أما البشارة السابعة فرواها أحمد في المسند وهو حديث صحيح. أسلم 3 إخوان أشقاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم من يضيفهم؟ صلى الله عليه وسلم في فقر ولا أحيانا ما يستطيع يجد قوتا لنفسه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله. هذه 10. طلحة ترى يسمى الفياض ويسمى الجواد، وهو تيمي من أسرة أبي بكر الصديق، حتى يقول حسان فيه وصاحب الغار إني سوف أذكره، وطلحة بن عبيد الله ذي الجود. هذا الجواد قال أنا عندي يا رسول الله ضيفهم، يعني ضيافة أما شهر ولا سنة، مستعد طلحة. فأخذهم عنده فسكنهم في بيته 3 إخوة. فأتت غزوة معركة فقتل الأول، فأتت بعدها بشهر غزوة ثانية فقتل الثاني، وبعد شهر أو شهرين مات الثالث على فراشه. هم 3. الأول قتل شهيدا في سبيل الله، الثاني قتل شهيدا في سبيل الله بعده بشهر، الثالث بعده بفترة مات على فراشه. رآهم طلحة في المنام، المضيف صاحب البيت، قال فرأيت الذي مات على فراشه أرفع منهم درجات في الجنة، ثم الذي مات ثانيا بعده، ثم الذي مات ثالثا، ثم الذي مات أولا بعده. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته، قلت يا رسول الله ضيوفي قتل الأول والثاني ومات الثالث على الفراش، وجدت الثالث فوقهم جميعا، ثم الذي مات بعده، ثم الذي مات الأول. قال صلى الله عليه وسلم كم بقي بعدهم؟ قال بقي كذا وكذا يا رسول الله شهرا. قال كم صلى صلاة؟ كم سبح الله؟ كم حمد الله؟ كم هلل الله؟ كم كبر الله؟ ثم أخبر صلى الله عليه وسلم إن يرفع العبد بقدر هذا العمل وهو على فراشه أعظم من الشهيد. أما تدري بفضل الواحد الأحد أنك إذا عمرت شهر أنك تصلي فيها عشرات الصلوات وتسبح. ولذلك صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذه بشرى لمن طال عمره. بشر الشيوخ كبار السن الذين زينهم الشيب، أسأل الله يحرم هذه الوجوه على النار. وبشر من زاد عمره ولا يوم أنه يقول واعلموا أنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فإذا ازددت خيرا فاعلم أنك أضفت حسنات كثيرة وأنك محوت سيئات. ولذلك كان يفرح السلف أن الإنسان يمهل حتى يراجع نفسه ويمحو سجلات المعاصي والسيئات. والحمد لله، عسى الله يجعل خير أعمالنا خواتمها عنده سبحانه وتعالى. 8 بشرى يقول صلى الله عليه وسلم الصحابة، رواه الحاكم وهو صحيح، قال خذوا جنتكم يعني دروعكم أو وقايتكم أو تحصنوا. قالوا في المسجد يا رسول الله مما من عدو حضر؟ يقول خذوا حذركم، خذوا جنتكم، خذوا دروعكم. قالوا يا رسول الله من عدو حضر؟ قال من النار، أعوذ بالله من النار. قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سماها العلماء جنة، يعني تحصنك، يعني دروع. والله إذا ما تحصنت بالعمل الصالح، والله لو يحطون على قبرك
طبقة من ذهب وطبقة من فضة وطبقة من حديد وطبقة من نحاس، والله لو ثروات الدنيا تدفن مع الإنسان لا ينفعه أبدا. وإذا حصنت نفسك بالتسبيح والتهليل والعمل الصالح فإنك السعيد الرابح. ولذلك أعظم مؤنس هو العمل الصالح، وأعظم ما يرافقك هو الذكر الذي يقربك من الله. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين له سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. ما أفضلها من كلمة. قال معاذ: وأنا يا رسول الله أحبك. قال: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأمره أن يطلب العون من الله على أفضل الأعمال وهو الذكر والشكر، ولم يطلبه أن يستعين به على الدنيا أو القوة في الدنيا أو في تحصيلها أو المسابقة في مناصبها أو في الريادة فيها. ولذلك أنا أقول آسف إنني أشاهد القنوات الفضائية وإذا الجوائز العالمية وجوائز الرياضة وجوائز الفن، وقالوا فاز فلان وفاز فلان وفي عالم قال سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما في القرآن أعظم جائزة تعرف من هو الفائز؟ من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي جائزة ليس فيها سجود ولا تسبيح لا تعد بها. أي فوز، أي فرح، أي مسابقة ليس فيها طاعة وقرب من الله عز وجل متاع. يا إخواني، ترى اليهود الآن أخذوا الجوائز العالمية الدنيوية، البنوك الآن بيد اليهود، الأموال بيد أعداء الله، أفننافسهم في دنيا لم تزدهم من الله إلا بعدا، ونترك ما شرفنا الله به سبحانه قربنا إليه ودعانا أن نتشرف به حتى يقول لنا سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه عن الكتب الأخرى الثقافات: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأمرنا سبحانه بل دعانا نفتخر بالإسلام ونفرح بالدين وبالتسبيح وبالذكر. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما البشارة التاسعة فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد في المسند بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن مما تذكرون به من جلال الله من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش. شوف، يدورن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها في الدنيا. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزاله ما يذكر به عند الله؟ يعني تسبيحك وتكبيرك وتحميدك وتهليلك تطوف حول العرش، لها دوي كدوي النحل تذكر، تقول فلان ابن فلان في الأرض والله يعلم ذلك، يذكرك يا رب العالمين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تدور وتتعطف حول عرش الباري جل في علاه. إلا الذي لا أعظم في مخلوقات الله من عرش الله. أرأيتم الدنيا هذه؟ أرأيتم الأرض؟ الكرسي بالنسبة للعرش كقطعة حديد في فلاة، والسماوات السبع بالنسبة إلى العرش ك7 دراهم في ردن. 7 دراهم وضعتها في جيب ثوب كبير بالنسبة للعرش، لأن عرش الله على العالم. ومع ذلك تسبيحك تدور حول العرش تتعطف، لها دوي كدوي النحل تذكر بك في الدنيا. ولهذا إذا ذكرت الله في نفسك كنت في وحدك ذكرك الله في نفسه المقدسة، وإذا ذكرت في جماعة. أنا بالمناسبة عبد إخواني من طلبة العلم والأساتذة والجميع والكبار والصغار، أن تكون سببا في المجلس أنت في قيادة المجلس، أي مجلس تحضره إلى ذكر الله، ذكرهم بحديث بآية بتسبيح. فإن هبت الموقف، إن خجلت، فأنت سبح بنفسك، لأن تحريكك لشفتيك دعوة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا نزل الأسواق رآه الناس بس كذا، فبدأوا يسبحون ويكبرون ويهللون، يعني يرون الجلالة ويرون الطاعة ويرون ضياء التوحيد وضياء الإيمان وغيره كثير. الإمام الشافعي كان يحصل له ذلك، ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل، يعني الربانيون. ولذلك يقول سبحانه في القرآن: ولكن كونوا ربانيين. الرباني هو من عمل بالعلم النافع،
تعلم العلم النافع وعمل به وعلمه الناس يدعى في الملكوت العليا رباني. ولكن كونوا ربانيين. اسمع الدراسة والثقافة التي يطلبها الناس وأحيانا تحرفهم عن منهج الله. قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول إن كنتم تريدون القرب من الله والثقافة التي تصلكم من رضوان الله فتعلموا الربانية أول العلم النافع، ثم لا بأس بالتخصصات الأخرى، لكن لا حي الله تخصص يصادم الدين أو يعارض المنهج الرباني والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أما البشرى العاشرة فقال عليه الصلاة والسلام بخ كلمة استحسان عند العرب يعني جميل ورائع رائع وحسن تقول العرب بخ ولفظ وقول ابن حجر وتنطق بخ وبخ يعني أنه شيء جميل ورائع ولطيف. قال 5 ما أثقلهن في الميزان. يقول ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. صححه الحاكم. هذه 5. يقول العلماء انظر كيف جعل سبحانه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد الولد الذي هو شريك الروح واحتساب الولد الابن يعادل سبحان الله أو يعادل الحمد لله أو يعادل الله أكبر أو يعادل لا إله إلا الله. 5 في الميزان. جعل صلى الله عليه وسلم فقد ولدك وموت الولد العزيز على نفسك في الأجر مثل الحمد لله. وعند مسلم في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. ميزان من؟ ميزان تاجر يعني تملأ الميزان. ميزان الواحد الأحد. ميزان الواحد الأحد تملأ الحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماوات والأرض. ولهذا صح عند الحاكم وابن حبان أن موسى قال يا ربي، موسى بن عمران عليه السلام يقول يا ربي كان في الصحراء وأخذ يناجي ربه لأن الله كلمه سبحانه هنيئا له واصطفاه بكلماته واصطفى على الناس بأن كلمه كفاحا بلا ترجمان. فأخذ يكلم الله قال يا ربي علمني دعاء يعني بيني وبينك أدعوه بي وأناجيك يا ربي أناجيك به يعني خاص لي. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله الذين أسلموا يعرفونه لكن نريد دعوة يعني خاص. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا أعظم من لا إله إلا الله، لا أجمل منها، لا أكبر منها، لا أقدس منها، لا أثمن ولا أنفس منها. هنيئا لمن نطقها بحق. وصلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلها ذخرا لنا ولكم عنده يوم العرض الأكبر. أما 11 من البشارات فورد فيها حديثان عند مسلم وحديث في الصحيحين. يقول صلى الله عليه وسلم إن كل سلامة من الناس يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. يعني كل مفصل هذا يسمى سلامة، مفصل هذه الأنملة مفصل وهذا يسمى سلامة وهذا سلامة 360 في الإنسان عليه صدقة. فتسبيحة صدقة وتكبيرة صدقة وتهليلة صدقة وتحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة إلى آخر الحديث. فهذه دل على أن الصدقات إنها من أعظم الصدقات أنك تتصدق عن نفسك وعن جسمك في اليوم وفي الليل وتأتي بالتدريب. ومن استعان الله سبحانه وتعالى ترى الذكر يا أخوان مثل ما يقول أحد العلماء أوله تكليف وآخره تأليف، أوله كلفة وآخره ألفة. يصبح عندك مثل الهواء، يصبح مثل الماء، يصبح لك علاج ودواء، يصبح لك شراح وتمل بعدها من مجالس الهرج والمرج. حضرنا بعض المجالس تخرج قلبك مريض، تعرف المريض ويظن أنه أحسن عملا، صياح ونياح وكلام وأخذ وجدل وغلط وهرج ومرج وكلام فاضي بلا ترتيب في كل شأن إلا في شأن الدين وقال الله وقال رسول الله عليه وسلم. هذه مجالس، هذا العمر يصرف بهذه الطريقة العمر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وهذه من المبشرات وأنتم تفعلون والحمد لله وغالبكم لأن 5 مرات مرتبة لكم. جاء الفقراء، شوف كانوا حرص شيء على الخير، فقراء الصفة وأهل الصفة من الفقراء في الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن الأذكار والنجاة وعن الآخرة وما يقربهم من الله. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب عن الأغنياء والتجار بالأجور.
لهم فضل أموال يتصدقون بها ويجاهدون ويحجون ويعتمرون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لم يسبقكم أحد ولم يلحقكم بهذا العمل أحد؟ هذا ورد بهذا اللفظ. وفي لفظ: ألا أدلكم على عمل إذا أخبرتكم به وعملتموه أدركتم من قبلكم ولم يدركم من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله في دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرونه 34. 5 صلوات بعد كل صلاة. فسمع التجار وأغنياء الصحابة فأخذوا يسبحون 33. فرجع الفقراء قالوا: سمعوا يا رسول الله، فأخذوا يسبحون معنا مثل ما سبحنا ويتصدقون بفضلهم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا كان عنده غنى وتصدق وزاد تسبيح فخير على خير. ولهذا أدعو إخواني بعد الصلوات لا يستعجلون الصلوات الخمس. شاهد مجالسنا مساجدنا الآن إذا سلم الإمام كأنه في طراد وراء الناس، كان يعني ما كفى. الدنيا أخذت من الساعات ودقائق، أعطيناها الصلوات وبعدين نذهب مكاتب العقار تنتظرنا، وطبعا والبنوك والصرافة والإبل والبقر والغنم والناس، يعني ولا دقائق يا أخي. اصبر حتى 33. وحتى الأئمة عليهم أن ينبهوا. ينبغي أن يكون مجالس الأئمة والخطباء من مجالس أنا جليس من ذكرني، مجالس فاذكروني أذكركم، مجالس تنبيه حتى ينتظر الناس. أما آخر فقرة في هذا، فإن رجلا قال: يا رسول الله وهي بشرى، قال: يا رسول الله لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، أعرابي أسلم من البادية لا أستطيع، فأخبرني. قال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهي من القرآن. وجعل صلى الله عليه وسلم تنوب عن القرآن عند العجز وتعدل القرآن. وهذه الكلمات الأربع حفظكم الباري هي من القرآن الكريم. وأنا أقول لكم إن بالمناسبة إن تفسير هذه الكلمات العظيمة التي ترددونها ويرددها الكون معكم، ترى العجماوات والحشرات والكائنات والأسماك، بل كل دابة وكل طائر يسبح الواحد الأحد. هناك عنصر لا يسبح الله وهو الكافر المنحرف عن منهج الله، لا يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلذلك ينبغي علينا أن نستحي حتى من الحشرات ومن النمل والنحل أن تكون أعبد لله منا. سبحان الخالق. حتى قرأت في قصة يوسف عليه السلام أنه كان لما ألقي في الجب سمع الضفدع تسبح تنقنق، فسأل الله سبحانه وتعالى قال: إنها تسبح. حتى يقول الله، يقول: يا يوسف فترت من التسبيح ولم تفتر الضفادع من التسبيح. فتجد كل كائن يسبح الواحد الأحد. إذن فالكون يسبح بالباقيات الصالحات. إذا سئلت ما هي الباقيات الصالحات، هو العمل الصالح، ومن أعظمها كما فسر في الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا سميت باقيات؟ لأنها تبقى لك في الآخرة إذا نفد المال والولد والجاه والمنصب. وصالحات لأن الله رضيها ولأنها أمر مشروع. وسماها العلماء وفي السنة الماحيات، فهي تمحو الخطأ والذنوب والإسراف. يا من كثرت ذنوبه وخطاياه وغيبته ونميمته، عوضها يا أخواني، عوضوا مجالسنا، اقلبوا مجالسنا، غيروا مجالسنا إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أذكر وأترحم على رئيس محاكم عسير الشيخ عبد الله بيوسف الوابل، أعظم من رأيته في حياتي ذكرا لله. هو من بلدة الحلوة من الحوطة، عالم من أقران الشيخ بن باز. كنا إذا أتينا من أبها نسلم على الشيخ بن باز. صدقني عندي زملاء قلت الآن بيسألنا الشيخ بن باز عن عبد الله بن يوسف، أول سؤال حافظين عنا. فإذا جلسنا كيف حالكم؟ قلنا طيبين سماحة الشيخ. قال كيف حال الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل؟ قلنا طيب. كان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه، وإذا مر بالسكة عرف الناس في الحي أنه مر الشيخ، ويركب السيارة يسبح، وفي المجلس لا يتكلم أحد وهو في تسبيح وتذكير. دخلنا عليه في المستشفى وأنامله تشتغل بالتسبيح أصابعه وشفتيه لا تفتر أبدا. لم أشاهد إلى الآن في حياتي، وقد زرت ما يقارب 40 دولة، مثل هذا الرجل. سبحان الذي ألهمه التسبيح. ولذلك مدح الله المسبحين، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكل عبادة، شوف، كل عبادة لها توقيت معي، لها يعني وقت،
ولها حد في القدر، ولها زمن، الصلاة لها زمن، ولا حد مثل الظهر 4 ركعات، والفجر مثل 2 ركعتان، والمغرب 3، ولها زمن، مثلا زمن الظهر يدخل عند زوال الشمس، ورمضان له وقت الشهر 9، والحج له وقت 9 من الشهر 12، إلا الذكر فلم يحدد بزمان ولا بمكان ولا بكمية، بل قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثير. أنا أخبركم بحديث في عجوبة في مسند أحمد، احفظوا كذا، في مسند أحمد يقول في حديث أبي سعيد كذا في مسند أحمد بن حنبل: اذكروا الله، حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الناس إنك مجنون. في سنده نظر لكنه يقبل عند الإمام أحمد، قبل هذا الحديث. يعني من كثرة ما عليك من الناس، من رآك يقول وسوس، أنت موسوس من كثرة الذكر. مال هذا يحدث نفسه وش عنده، ما له دائما الحديث. يعني إذا وصلت إلى هذه الحالة فأبشر وبيض الله وجهك، وأبشر بالنعيم وزلفى لك وقرة عين وطوبة. إذا وصلت إلى هذا المستوى، حتى أحد الأولياء يقول كان يسبح كثيرا، قالوا هذا مجنون، فنظمها بيت شعر أتى به بالرجب في جامع العلوم والحكم، قال: ومن هيامي بكم، ومن هيامي بكم، قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. قلت قال إن كان هذا مرض فالله يبكي هذا المرض أحسن شيء. قالوا أنت مجنون يعني توسوس. قالوا ومن هيامي بكم، قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. وقال آخر يمدح الواحد: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. يلا هذا بالشعبي، سامحوني نخرج بس دقيقة. واحد من شعرانا في السعودية، شاعر كبير مرة في درجة امرئ القيس أو المتنبي بالعربي، هو في الشعبي مثل ذولاك، يقول بالشعبي: يلا يا من لا نعادل بخوف من خوف. سبحانه. يلا يا من لا نعادل بخوف من خوف، لا شريك له في ملكه ولا يعبد سواه، فيه تشخيص البصائر ومدات الكفوف. يا كريم يكرمون الأكارم من عطاه، إذا شفت الكرماء يفتحون بيوتهم ويضيفون، ترى قطرة من فضل الكريم سبحانه. لا جفانا، يا كريم يكرمون الأكارم من عطاه، لا جفانا الوقت واللي روابعهم ضعوف، جعل ربي ما يرينا غضبه وجفاه. ولنقفل باب من الرزق حراسه وقوف، فتحت بيبان الأرزاق من كل اتجاه. الواحد الأحد سبحانه. ولذلك مدح نفسه قبل أن نمدحه المادحون: ليس بحاج مدحي ومدحك، من نحن أصلا حشرات في جزء من الأرض، في جزء من الكرة الأرضية، ضعاف مساكين. الزكمة والبلغم يفني الواحد منا، والحشرة واليرقة والغرفة يفطس الواحد منا ويموت معا. يقول سبحانه: وقرونا بين ذلك كثيرا. قال سبحانه: كلا أخذنا بذنبه. يقول سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. المجد له، والسؤدد له، والعظمة له، والملك والثناء والحمد له. لا عزيز إلا من عزه الله، ولا ذليل إلا من أذله الله. كل ما أعجبك أحد فتفكر أو عظم إنسان عندك، أو ضخم أو قدس، فتفكر في عظمة الباري ملك الملوك لا إله إلا هو. ولذلك المحمود هو، حتى سمى نفسه الصمد، شرح ابن تيمية ب60 صفحة: يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد وصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. سبحانه. الصمد تصمد إليه الكائنات والأشخاص والعجماوات والحيوانات، كل يوم هو في شان. فهذه تسمى الماحيات للذنوب والخطايا، وسماها صلى الله عليه وسلم المقدمات. التسبيح يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المقدمات والمعقبات والمجنبات. كيف المقدمات؟ تأتي أمامك يوم القيامة تمنعك من العذاب ومن نفح النار. تلفح النار فتأتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تصد. تأتي ملائكة العذاب تريدك، تأتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تصد. وسماها المعقبات، تأتي تحميك من خلفك من العذاب ومن النار ومن ملائكة العذاب تحصنك. والمجنبات أو المجنبات يعني من جنبك يمين ويسار. إذن فوالله ما بقي عذر. وإني ما خرجت في حياتي أقول للإخوان: أنا رجعت من بعد ما استفدت من أهل العلم وما قرأت في الكتاب والسنة إلى أن أجمل تغريدات 4 في الكون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما سبحان الله فمعناها
أنزهك يا ربي، تسبيح تنزيه، أنزهك يا ربي عما لا يليق بك، وأبرئك عن كل ما نسب إليك من سوء أو وصف لا يليق بك من نسبة الولد أو الزوجة أو الشريك أو النديد أو الضديد، فسبحانك يعني تقدست تنزهت، سبحان الله، أقدسك أنزهك أعظمك يا ربي أن ينسب لك شيء لا يليق بك، هذا معنى سبحان الله. والحمد لله أشكرك وأثني عليك وأصفك بالأوصاف بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأوصافك النبيلة، وأحمدك على كل خير، لك المحامد ولك الثناء الحسن، يعني أحمدك على النعم، أنت صاحب المحامد. قيل لها معنيان، يعني لك المحامد الصفات الحميدة الجليلة، أنت أهل لها فلك الحمد. ومعنى ثاني، أنت كل نعمة من عندنا فهي من عندك فلك الحمد، نشكرك على هذه النعم. وكلا المعنيين صحيح، فهذا معنى الحمد لله. والله أكبر، العظمة والقداسة لك يا ربي، والمجد والرفعة، أنت أكبر من كل كبير، أنت أعظم من كل عظيم، المجد مجدك، السؤدد سؤددك، الملك ملكك، الثناء لك. ولا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا شريك له سبحانه، لا يصح أن يعبد غير الله، ولا يدعى غير الله، ولا يستعان بغير الله، فله سبحانه الوحدانية والعظمة. ولذلك شملت هذه الكلمات الأربع كل الدين. قالوا كل ما في القرآن يقسم على هذه الكلمات الأربع، فهي الكلمات الباقيات والصالحات والحسنات الماحيات، وهي الكنز المفقود، وهي المعقبات والمقدمات والمجنبات، وهي الثقيلات في الميزان عند رب الأرض والسماوات، فهنيئا لها. ولكن يحتاج إلى هذا الكلام إلى أن تقوم أنت بعمل، إلى أن تقوم بمشروع، إلى أن تنوي نية. نحن وإياكم دعونا نتعاهد ونتواعد على أن نقضي أيامنا وما بقي من فضول أوقات بعد الأذكار، أذكار الصباح والمساء والأذكار الراتبة بعد الصلوات، في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أرجو من إخواني من يكتب، مثقف، أستاذ، مدرس، عنده يكتب في صحيفة، يتكلم في إذاعة، له برنامج في التلفزيون، له تويتر، فيسبوك، أو يدخل في اليوتيوب، أن يشارك بهذه التغريدات. أما ترون شبابنا كيف يغردون؟ أما ترون مواقع ماذا يكتب فيها من السب والغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والكلام الساقط الرذيل التافه؟ فلماذا ما أنتم إن شاء الله، لأنكم أنتم حضرتم الآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم وفادتنا عنده سبحانه. اللهم ضيفنا بضيافة الغفران والرحمة يا رب العالمين. أعرف أنكم ما اجتمعتم رغبة في دنيا، لم توزع شيكات ولا أموال هذه الليلة، ولا اجتمعتم رهبة، لم يعرض عليكم سيف ولا صوت، اجتمعتم في ضيافة الرحمن، فالله يضيفنا عنده سبحانه وتعالى. وأريد أن أقول في الذكر مسائل. فوائد الذكر تزيد على 100 فائدة، وإني أدعو بالمناسبة أن تتذكروها. وقد أحسن الإمام ابن القيم في عرضها في الوابل الصيب، ومن أحسن الكتيبات كتاب حسن المسلم، وقد ذكرها في المقدمة. فمنها اطمئنان القلب وراء وانشراح الصدر، وهذه أعظم الفوائد. والله لا يطمئن، تريحوا، خبر عاجل أخبركم به، سر بيني وبينكم. حاول أن تريح نفسك بقول شيء بدون الذكر، والله ما تهدأ ولا يرتاح لك بال. والله لو سكنت قصور الدنيا وتزوجت أجمل فتيات الدنيا وكنوز الدنيا، ولكن ما بينك وبين الله حبل الذكر، لا تجد راحة ولا سعادة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، اسمع الفتوى من الوحد، فإن له معيشة ضنكا. اسكن في القصر، خذ يخت، اركب السفن، البوارج، الأعلام، الحشود، الجنود، البنود، كلها لا شيء. لأن اللي يملك السعادة، ما الذي يملك السعادة؟ الواحد الأحد. ما الذي يملك شرح الصدر؟ الواحد الأحد. ولذلك نسب شرح الصدر له وحده، قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. موسى لما أمره الله يدعو إليه، شوف موسى ترى قاتل ومطلوب للعدالة الجائرة عند فرعون، ومحكوم عليه بالقتل غيابيا. وانظر الآن بيطلب منه يذهب إلى عدوه الذي يطلب رأسه، مطلوب رأسه للقتل، ترى محكوم عليه. يقول: من وجد موسى فليسلمه لنا. فيأتي الخبر من السماء: اذهب إلى فرعون. فيأتي موسى عليه السلام يقول: فر الآن في الصحراء، يفر من فرعون ويذهب إلى فرعون. قال: فجاءك الاختناق والضيق، قال: رب اشرح لي صدري
والله جاء خبر ما سمعنا مثله. ترجع إلى فرعون في القصر قال رب اشرح لي صدري، فلا يشرح الصدر إلا الله. ولهذا امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يمتن عليه بأن أعطاه مال أو أعطاه مثلا جاه في مكة قال أو نسب، لم يذكر نسبه عليه الصلاة والسلام في القرآن أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا أنا من أشرح لك صدرك؟ يقول أنت ما فكرت؟ أما كان صدرك ضيق؟ أنت ما شفت كيف تجمعت عليك القبائل والأحزاب والمؤامرات، وكيف حاول اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون ضيقوا عليك؟ شرحنا صدرك. أما جاءك الفقر، أما جاءك الضيق، أما جاءك العنت من الناس، شرحنا صدرك. أما تكالبت عليك الدنيا وحاربتك المعمورة، شرحنا لك صدرك. فكان صدره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مشروحا بسبب ذكر الله. إذن فأعظم علاج عصري، أقول إخوان يا من يشكو الأمراض النفسية، بالله عليكم متى ذهب أبو بكر وعمر إلى يطلبون أدوية وعقاقير نفسية؟ هل عندهم طب نفسي؟ كانوا أسعد الناس صدورا، أشرحهم صدورا، وأهناهم حياة بسبب كثرة ذكر الله عز وجل. أسواق الصحابة تسبيح، مجالس الصحابة ذكر الواحد الأحد. يقول في السيرة عن عمر رضي الله عنه قال إذا اجتمع الصحابة في عهد عمر قال ذكرنا ربنا يا أبو موسى. لماذا اختار أبو موسى فقط؟ شوف اختصاص الصحابة اختصاصات. أبي سيد القراء لتعليم القرآن، زيد بن ثابت الفرائض، حسان بن ثابت للشعر، ابن عباس للتفسير. أبو موسى يملك صوتا مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى إذا قرأ القرآن يقول الجارية تصب الماء تصبه من الركية توقف، خلاص ما عاد تشتغل، وقفت. يقول يتبايع الرجلان بجنب المسجد، فيأتي أبو موسى يقرأ القرآن في وقف المبتاع، يقول ما عاد تدري، ما أدري وش قيمة السلعة، وقف. سمعه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وأبو موسى ما يدري أصلا أبو موسى الأشعري هو من الأشعري من اليمن. فسمعه صلى الله عليه وسلم يقرأ، فوضع صلى الله عليه وسلم رأسه على نافذة أو طاقة المسجد، وأخذ صلى الله عليه وسلم يرسل دموعه في الليل. القرآن منزل عليه بأبي أمه صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس، هو اللي علم أبا موسى. وفي الصباح لقيه صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا استمع إلى تلاوتك إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شوف الشهادة من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، مزمار من مزامير آل داود. بعض الأصوات يقول لي بعض المشايخ يقول والله بعضهم أغمي عليهم، أنا شفت واحد أغمي عليه مرة وراء قاري حسن وشلوه من المسجد أغمي عليه. وذكر ابن تيمية في الفرقان بعضهم مات. علي بن الفضيل بن عياض قارئ جميل الصوت في الحرم فأغمي حملوه مات ذاك اليوم مات. قال قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى يا رسول الله وإن كنت تستمع لي البارحة؟ يقول أنت استمعت لي؟ قال لي والذي نفسي بيده. قال والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. يقول يا ليتني أدري، هذا هو ما درى. يقول لو دريت كنت رجعته وبدعته وحسنته وجملته، فرضي الله عنه وارضاه. الشاهد على وصف الذكر كان عمر إذا اجتمع الصحابة ما عنده محاضرات إسلامية، لأن أكثر المحاضرات ثقافة عامة، كان كلام جرائد حتى ما فيها نقل، ما في آيات ولا حديث، أخبار وسواليف وقصص ومفاجآت. ونقل بعض المحاضرات الآن للتدريب وإدارة الوقت ومن هذا القبيل. كان عندهم آية وحديث. قال يا أبو موسى ما عندهم حتى كتب المكتبة، عندهم مصحف فقط وحديث يحفظونها. قال عمر يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيأتي أبو موسى يقرأ فيبكون. قال والله إن أكثرهم بكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثرهم دموعا. إذن فأقول أيها الإخوة إن من فوائد الذكر عظمها اطمئنان القلب وانشراح الصدر. الثاني أنه يمحو الخطايا والذنوب، فلا يعلم مكفر للذنوب ككثرة ذكر الله عز وجل. حتى في الكبائر الكثير من أهل العلم من أدمن على الذكر لعل الله يكفر عنه الكبائر بالاستمرار والتوبة والندم. الثالث إنه من أعظم ما يرجح الميزان ويعظم الحسنات عند الباري سبحانه وتعالى، فأكثروا من هذا فإنه من أعظم الأجور. الرابع أن الله يذكركم بهذا الذكر. بالله عليكم أما رأيتم في مجتمعنا أناس إذا ذكرهم كبير في مجتمعنا أو من رجال الدولة أو من المشهورين ومدحه كيف يبقى بهذا المديحة يسولف بها في المجالس؟ أنا أعرف مثلا بعض الأشخاص قيل في كلمة فحفظ هذه الكلمة وعلقها في برواز في البيت، وابتلى عباد الله كل ما زاره ضيف قال لو سمحت بس نبغى هذا ترى فلان قال لي فيه كذا، وتصور معه. فكلما دخل عليه ضيوف قال ترى أنا يوم جانا الله يبارك فيه
هذا هو، ومرتاح، وابتلى عباد الله وامتحنهم في هذا. فكيف لو ذكره الله في الملأ الأعلى؟ الواحد الأحد ملك الملوك يذكرك. متى يذكرك؟ إذا ذكرته. إذا سبحت يقول صدق عبدي. وفي الترمذي إذا قال العبد في الأرض لا إله إلا الله، قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا. يذكرك باسمك، تسبحه، يقول للملائكة إن عبدي فلان ابن فلان مثلا في المزاحمية ذكرني في ملأ أو ذكرني في نفسه، فيذكره ويباهي به الملائكة. هذا في الصحيحين، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. تصور أنك تخبر أنت أن الله ذكرك في الملأ الأعلى. واحد من الصحابة أخبره صلى الله عليه وسلم، بشره، قالوا بشرك أن الله أرسلني إليك. قال سماني أنا؟ يقول سماني الله باسمي كذا؟ قال سماك. فبكى من الفرح. من؟ أبي بن كعب سيد القراء الأنصاري الخزرجي الحافظ سيد القراء أبو المنذر رضي الله عنه وأرضاه. كان هو أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال اقرأ سورة البين على أبي بن كعب بعد صلاة العشاء. فأتى صلى الله عليه وسلم بيوتهم تعرف من الطين، الباب خشب. فأتى صلى الله عليه وسلم طرق الباب. بالله عليك هل يعلم في العالم ضيف أجل من هذا الضيف، وأعظم من هذا الضيف، وأكرم من هذا الضيف؟ أنت تصور أن في بيتك الآن بعد صلاة العشاء طارق يضرب الجرس، تفتح إذا الرسول صلى الله عليه وسلم واقف. لا إله إلا الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا. نسأل الله سبحانه أن يبلغه الصلاة والسلام دائما وأبدا عنا. فطرق طارق بعد صلاة العشاء باب أبي بن كعب من خشب، فقراء مساكين. ففتح الباب أبي سيد القراء حافظ القرآن كله في صدره، وإذا رسول الله عليه وسلم. فبكى أبي، قال والله يا رسول الله ما أمسى أحد من أهل الأرض أفضل ولا أكرم مني ضيفا هذه الليلة، باقي بيجيك أحد أعظم منه عليه الصلاة والسلام. فجلس. فأخبر صلى الله عليه وسلم وجاء للجلوس ولا للأكل. قال إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي سماني ربي في الملأ الأعلى؟ يقول سماني. قال أبي بن كعب يعني حد؟ قال نعم. فانهد يبكي أمام رسول الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. فلما ذكر الله أكثر من ذكره وأكثر من تلاوة القرآن ذكره الله في الملأ الأعلى. ومن فوائد الذكر قال إنها تطرد الشيطان، فلا يعاد الشيطان وحزبه بمثل ذكر الله، فهي تحصين وهي حصون معمرة للذاكرين. ومنها أنها تؤنس جليسك الذي يجالسك وتدخل عليهم الفرح والسرور. ومنها أنها تمنعك من المعاصي، من الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية واللعن والشتم. ومنها أنها تحفظ الأوقات فلا أحفظ منها. قال وتسهل على المهمات، إذا طلبت طلب وجرب أي مشوار أو معاونة أو طلب وتقضي الوقت من الاستغفار والتسبيح وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وجرب أي سفر تكثر منه في هذا، يلبي الله طلبك ويسهل مهمتك ويجعلها ميسرة بإذنه سبحانه وتعالى. ومنها أن الله يحببك إلى خلقه، فإن الذاكر حبيب بالله حبيب إلى خلقه. أنت ما تدري، لكن يسمع لك الله في القلوب من القبول ومن المحبة، لأنك لما ذكرته ذكر بك، لما أحببته حببك إلى خلقه، لما عززت جنابه عز جنابك، لما تقربت منه قربك إلى عباده، لأن اللي يملك المحبة هو سبحانه، والذي يملك المودة هو. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال البخاري في الصحيح العبقري البخاري اللامع الساطع، هذا اسمه التبويب، باب المقة من الله. يصلح باب المقة من الله وباب المقة من الله، يعني الحب من الله. يقول البخاري في كتاب الأدب باب المقة من الله، يعني الحب من الله. ثم أتى بهذه الآية قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني من أكثر من الذكر والتسبيح والتهليل أقسم سبحانه أن يجعل له ود في قلوب الناس ومحبة عند القريب والبعيد، بسبب أنه أحب الله وتقرب إليه فقربه الله من القلوب وحببه إلى عباده. ومن أحبه الناس شهدوا له بالخير، ومن أبغضه الناس شهدوا له بالشر والعياذ بالله. أنتم شهداء الله في أرضه كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه من فوائدها. ومن فوائدها أن تحفظ الوقت من الضياع أيها الأخوة. فلا يوجد أبرك في وقت من يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يقول كثير من العلماء وقد نص عليها بعض الحفاظ أنها تطرد الداء عن الجسم، مثل ما طردت الهم والغم عن النفس
والقلق والاضطراب، فإن تطرد الداء عن الجسم. بل استنبط العلماء من قول الله سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قال: يمتعكم متاعا حسنا، قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، قالوا قوة في الجسم وقوة ومتاعا حسنا واشراح في الصدر. ولهذا يوجد من الذاكرين، أنا رأيت في حياتي من بلغ 90 سليما معافى بسبب قيام الليل وبسبب التسبيح والتكبير. أعرف أنا أشخاص بلغوا 90 وجوههم كأنها ورقة مصحف. يقول بعضهم: والله ما وصلت مستشفى، ما زرت طبيبا أبد في حياتي. لماذا؟ عنده الدواء، عنده الأدعية، عنده الأذكار، عنده قيام الليل. وعند أبي داود في السنن عن قيام الليل قال: مطردة للداء عن الجسد. عند أبي داود مطردة للداء عن الجسد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره. والمقصود من هذا الحديث أيها الإخوة إن بإذن الواحد الأحد أن نتفق وإياكم ما دام سمعنا هذه النصوص قامت الحجة وتدارسناها، أن نبدأ انطلاقة جديدة في مسألة ذكره سبحانه، ما دام أن الكون يسبح، ما دام أن الأبراج، وما دام أن الأفلاك، وما دام أن السماوات والأرض والجبال والشجر والوهاد وكل الأحياء تسبح، أفلا نشارك في التسبيح الباري سبحانه؟ الله غني عن تسبيحنا، لكن يا حسرتاه إذا سبقنا الهدهد والنملة والنحلة والضفدع في تسبيح الباري، ونحن أناس كرمنا الله بالإنسانية وبالبشرية وما ذلك. والله إن كثير من الناس، إن الهدهد خير من ألوف من البشر، لأنه دعا إلى التوحيد وبين أن الواحد الأحد المستحق للألوهية كما في سورة النمل. وإن بعض النمل والنحل الآن تسبح الباري لا تفتر أبدا، لأنه الرازق جل في علاه. فسبحوا الله وكبروه واحمدوه وهللوه. نسأل الله باسمه الأعظم الأجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول أيها الإخوة مما يدخل في الأذكار والتسبيح، نحن انتهينا طبعا المحاضرة في الأربع الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن أقول إن عليك أن تكثر أيضا في أطراف النهار وفي الليل من الاستغفار، بل ورد فيها كتب، حتى ألف العلماء من كثرة النصوص فيها كتبا خاصة بالاستغفار، وأثبت سبحانه ثمار للاستغفار في كتابه، حتى عد منها بعض الفضلاء 10 من الثمار، منها كما قال سبحانه في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فذكر الله أن الغيث المدرار، الغيث المطر مع الاستغفار، والذرية الصالحة مع الاستغفار، والرزق الحلال مع الاستغفار، والأنهار والثمار وحسن طلع الأشجار مع الاستغفار. حتى يقول إن رجل قال لقتادة وسعيد المسيب العالمين الجليلين، شكى لهم أنه عقيم، يقول ما الحل؟ يقول كان يبحث عن الذرية، قالوا عليك بالاستغفار، قال فأدمن الاستغفار فرزقه الله ذرية. يقول علماء لهم منين أخذتم الناس؟ قال من قوله سبحانه وتعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار إخوتي أمان من العذاب، حتى يقول جعفر الصادق رضي الله عنه: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر، ما أصابت مستغفر. ولهذا الاستغفار في القرآن يقول سبحانه: وما كان الله ليعذبهم، هذا الأمان، وأنت فيهم، هذا الأمان الأول، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا يعذب الله مستغفر. وصيغ الاستغفار إخوتي: استغفر الله صيغة، إذا قلت استغفر الله استغفر الله أنت مستغفر. استغفر الله وأتوب إليه وردت عنه صلى الله عليه وسلم كان تقولها في اليوم 100 مرة. ورد في أبي داود: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه عجيبة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الحي القيوم العظيم الحي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف، في سنن أبي داود. وورد في السنن: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه دنيا مكدر. عارف أن أنت ما تشعر بالغم والكدر، أما ترانا نفرح الصباح في أول النهار ويأتيك بعد العصر ما يغمك ويهمك، يوم وأنت سعيد ويوم وأنت مكدر. فما هو الحل؟ اجلس مكانك وسبح واستغفر، وما هي إلا لحظات ودقائق ويجلي الله، لأنك اتصلت بحبله سبحانه، لأنك وصلت إليه. ولهذا يقول سبحانه لموسى وهارون: ولا تنيا في ذكري، لا تفترا، لا تتعبا، لا تنقطعا، لأن الله جليس من ذكره سبحانه، يعين من ذكره. ومن صيغ الاستغفار ما ورد في صحيح البخاري من حديث
شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، هذا أعظم صيغة، تقولها في الصباح مرة وفي المساء مرة، وإن أكثرت منها فأنت ماجور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إخوتي، أسأل الله العظيم الجليل رب العرش العظيم أن يزيدنا وإياكم توفيقا. أن لا أريد أن أطيل عليكم لأنكم جلستم من بعد الغروب ومن قبل ذلك، لكن أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم وهو المنعم المتفضل أن يغفر لي ولكم، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن نسأله سبحانه يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا وإياكم ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه واهتدى بهداه. أسأل الله لي ولكم توفيقا وهداية وسدادا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.